حابب يعمل مداخلة، فاسمح لي. سلام يا سيدنا. اهلا وسهلا حبيبي. اهلا. ازيك يا سيدنا؟ احنا يعني سمعنا وتابعنا بكثير من الارتياح المكالمه اللي قام بها قداسه البابا للقناه الاولى امبارح وفي راديو مصر النهارده، واللي بارك فيها الثوره، واحنا بنشكر سيدنا. يعني يا ريت توصل صوتنا لهذه الخطوه اللي كان كتير بيطالب بيها. احنا طبعا فرحانين بكل الانجازات واكتشاف الفساد اللي تم والامل للديمقراطيه بتاعت بكره، الديمقراطيه الحقيقيه يعني والعداله الاجتماعيه الحقيقيه. كل ده مفرحنا جدا، بس برضه احنا لازم نقول ان احنا قد تألمنا كثيرا بالطريقه اللي مشي بيها سياده الرئيس. يعني دي مع دي. وطبعا ايوه بس قتل 308 من خيرة شباب مصر، كان ممكن ينقذ البلد كلها. مين اللي قتل؟ هو مسؤول نظامه، هو والامن بتاعه. ارجوكم يا اخوانا، ارجوكم لو سمحتوا. نقول ان الرئيس هو اللي قتل. هو اللي قتل طبعا بنظامه. هو لو الرئيس وظيفته ايه؟ الرئيس وظيفته ايه؟ مش مسؤول عن النظام؟ ارجوكم لو سمحتوا ما تحملوناش مسؤوليه احنا مش قدها. ارجوكم. نيافة الأنبا أنس، مع حضرتك دكتور عماد جاد، الخبير في الدراسات السياسيه والاستراتيجيه. لا انا مش موافق على كلامك. معلش يا سيدنا. ما فيش، بس انا مش موافق على كلامك، ومن حقي ان انا اقول ارفض تدخل رجال الدين في السياسه. ما يطلعوش يتكلموا في السياسه. انتوا بتحملونا مواقف بندفع ثمنها دم. ارجوكم اقعدوا جوه الكنيسه صلوا للناس. ارجوكم كفايه. عملتوا اتفاقات مع النظام وكانت النتيجه قتل الناس في العمرانيه، وكانت النتيجه في اماكن كتيره. دكتور عماد احنا بنشكر حضرتك. احنا بس هناخد راي نيافه الانبا انس كاملا وده حقه، وبعدين حضرتك علق. نيافه الانبا انس، نيافتك كمل راي نيافتك للاخر. اولا الاخ اللي بيتكلم في اصول الحديث، انا اعرف الاصول كويس، حضرتك ما توجهنيش. دكتور عماد احنا بنعتذر، سيدنا بنعتذر. لا ما تمشيش حضرتك وسيدنا هيفضل. انا على عينه وعلى راسي جوه الكنيسه، اخضع له. بره الكنيسه ما اخضعلوش، ملوش علاقه بيا، ما يوجهنيش. نيافه الانبا انس حضرتك احنا يعني بنشكر سعه صدرك. احنا عايزين نعرف راي نيافتك، وده راي اخر، ونيافتك طول عمرك معودنا ان احنا بنقبل الاراء المختلفه، فاحنا هنسمع راي نيافتك للاخر. الاخ اللي بيتكلم اسمه دكتور عماد جاد. الاخ اللي بيتكلم قولي له ان يقول ما يريد بالظبط، ولكن لابد ان يحترم اي راي فيما يخص التخصص. لا فيما يخص التخصص. ما احنا عندنا مساحه للتعليق. عندنا مساحه للتعليق. اتفضل يا سيد. اتفضل يا سيد. طبعا العموم هو مشدود شويه. معلش ما ينفعش نتكلم كده، هو مشدود. وانا قولوا له ما يزعلش من ده، ونتكلم احنا في وقت تاني ان شاء الله. لا سيدنا احنا محتاجين نسمع رايك دلوقتي، لانه هقول لنيافتك حاجه وبمنتهى الامانه، ونيافتك بتقبل كلامنا لاننا اولادك. احنا بننقل لنيافتك راي بعض الناس حتى المسيحيين، يعني خدوا مننا نيافتك على انه راي الناس، انه بيقولوا طب الكنيسه كان دورها مثلا مش زي يعني نبض الشارع في بعض الاوقات، فرد لنا نيافتك على النقطه دي. شوفي كل انسان حر. بالظبط. يعني انا كقياده في الكنيسه حر اقول رايي، والشعب في الكنيسه له ان يقبل وله ان لا يقبل. تمام. كل انسان يقول كل حاجه بحريته. انا شخصيا رايي الشخصي مبسوط جدا جدا بما تم، ومتألم جدا للطريقه اللي مشي بيها سياده الرئيس. تمام. وده راي نيافتك وراي كثيرين. الذي يقبله اشكره، والذي لا يقبله اشكره ايضا. تمام. نيافتك شايف الوقت اللي جاي بتدعو لايه برضو بصفتك اب لكثيرين في الكنيسه؟ بتدعو خلينا نقول الشعب. الوقت اللي جاي ادعو ان كل الناس يكونوا في منتهى الايجابيه. يعني وكيف يكون ايجابي؟ كل واحد بقى بحسب ما قلبه يقول له. تمام. انما لازم كل واحد يحترم الراي الاخر. يعني لازم الاخ عماد تقولوا له يحترم الراي الاخر. طب سيدنا خلينا نتجاوز من فضلك النقطه دي، لان احنا في حوار مفتوح. بس بالنسبه انا ما بزعلش، انا ما بقولوش انت غلطان،
انا ما فيش انتقاد، انا قلت له لازم يقبل الراي الاخر. دكتور عماد، لا دكتور عماد، معلش من فضلك خلينا، معلش احنا عندنا قواعد للحوار بعد اذن حضرتك، احنا نسمع الاراء. معلش يا دكتور. لا يا دكتور حضرتك معانا في الحلقه فليك الحق الاكبر. احنا هنخلص مكالمه نيافه الانبا يونس وحضرتك كمل. سيدنا، احنا عرفنا ان نيافتك عندك دعوه بخصوص اليوم النهارده للشعب في الفتره القادمه، اتفضل نيافتك. ادعو ان كل الناس تكون ايجابيه، وادعو ان كل الناس تقرب من ربنا جدا. تمام. ويثقوا في وعد الله مبارك شعبي مصر. وانا شخصيا متفائل جدا من الفتره اللي جايه. كل تفاؤل الفتره اللي جايه، واثق ان الفتره اللي جايه احسن جدا من الفتره اللي فاتت. ربنا معاكم. شكرا ليك يا سيدنا. بكل خير. شكرا ليك يا سيدنا، وبنعتذر لو كان في اي حاجه ضايقتني. لا ابدا، لا ابدا. انا كل واحد يقول رايه. شكرا يا سيدنا. بس المفروض ميرسي، وده عهدنا جدا. برضه بقول للاخ ده لازم يحترم راي الاخر. شكرا يا سيدنا. شكرا جدا. معاكم. سلام. دكتور عماد، احنا اعتذرنا الانبا يؤنس، نيافه الانبا يؤنس، اذا كان حصل تجاوز في الحوار، وبنعتذر ايضا لحضرتك، وعايزين نتجاوز لنقط ايجابيه بعد اذن حضرتك. شوف بص، الكلام اللي حضرتك قلته قالوه شباب كانوا معانا في الحلقات اللي فاتت، وما تفتكرش ان ده كلام يعني فيه تجاوز، لا بالعكس احنا متفاهمين تماما وجهه نظر. انا بشتغل في مركز دراسات من 25 سنه، مش جاي اتعلم. تمام. ولا بحظر على راي حد. انا بقول لك هذا الكلام وانا مسؤول عنه. انا انسان مسيحي ارثوذكسي كويس، ديانتي مش محتاجه يعني لاثبات من حد، ونادرا ما كنت بقول ان انا مسيحي. بس عايز اقول، هو حضرتك مسيحي؟ انا ما كنتش عارف ان حضرتك. طيب. انا افتكرت حضرتك حضرت معانا عايز أقول ليله العيد باعتبارك من الشخصيات اللي قررت لا تصلي مسيحي، العيد ومراتي خادمه في الكنيسه، واولادي موجودين في الكنيسه. يعني حضرتك قلت انك حضرت في كنيستي يعني. اللي انا عايز اقوله ايه، انا رجال الدين على عيني وعلى راسي جوه الكنيسه، لكن لما اخرج للعمل العام، انا واحد من الناس بشتغل في هذا المجال من 25 سنه، كان كل جهدنا انا ومجموعه ضخمه مسلمين ومسيحيين نحاول نخفف وقع كلام قداسة البابا اللي أعلن فيه تأييده للرئيس، واللي قال الشباب ما يروحش ميدان التحرير. يا اخوانا لو الشباب ما راحش ميدان التحرير كانت بقت ثوره اسلاميه. اقول لحضرتك حاجه، سيبك من انا مش عايز حد يفسر لي كلام البابا، على عيني وعلى راسي. ده انا هقول لحضرتك موقف لطيف برضو، لان احنا سالنا نفس التساؤل ده صدقني. في اول يوم هنا جينا فيه على الهوا قلنا يا جماعه ليه قداسه البابا قال للناس ما تروحوش المظاهرات؟ احنا استغربنا لان كان جوه كل الناس، ده كان اجماع من الناس كلنا عايزين ننزل. فالرد اتقال لنا كده من يافت الانبا موسى افتكر. أيوة. انه قال لنا قداسه البابا قال رايه الشخصي، وكتير من الشباب نزل. عايزين نتكلم بجد ولا نضحك على بعض؟ ما قالش رايه الشخصي. ليه؟ لما سئل وعمل مداخله وانا متفرج عليها بعينيا وسامعها بوداني لقناه الحياه، قال شبابنا مش عارف مالوش في مالوش في ايه؟ دي ثوره لازم نبقى جزء منها، والا ما نستاهلش مواطنه. طب تعرف يا دكتور ان احنا كمان قلنا برضو في نفس هذا اللقاء ان احنا برضو كشعب كنا مدانين في الحته دي، اللي قلنا ان احنا متعودين على العجين، احنا نسمع تصريح من قداسه البابا او من احد الاساقفه ونمشي على العجين، ما نكلفش خاطرنا حتى ان احنا نفكر. فتعالى دلوقتي كمل معانا الدعوه دي لكل انسان مصري مسيحي او مسلم او غير. فكر بنفسك واختار الموقف اللي يناسبك ويريحك، وخليك عارف انه الرأي الكنسي فيما هو كنسي، والرأي السياسي بنتكلم بجد ولا نجامل بعض؟ لا بنتكلم طيب بجد اهو. انا حبيبي عندك بيجي يقول لك وابن الطاعه تحل عليه البركه، لا ومش عارف اسمعوني بس. طب انا دلوقتي حضرتك قلت لي يا حبيبي، ما ممكن اقول لك لا ما تقوليش يا حبيبي، قول لي انت الفنان مش عارف. بس لا احنا برضو عايزين ان احنا نتحاور بهدوء. لا انا بتحاور بهدوء، لكن لما يجي انا كعماد جاد انا بعاني من احاديث رجال الدين من اول البابا لغايه اصغر قسيس في الشأن العام. طيب. احنا موقعين بيان في التحرير بان رجال الدين يفضلوا جوه دور العباده ككل، مش بنقول ده ولا ده، والشأن العام له شأن. وصلنا لمرحله ان بيفتوا في يجيبوا لنا رجال دين في التلفزيون يفتوا في فرنز الخنازير مش ممكن. سؤالنا الاخير، مصر في الايام اللي جايه، لانه ده همنا الاكبر، ولانه كل الامور اللي مضايقانا ضايقتنا خلاص، لكن مصر في الايام اللي جايه على الكلمه او القول اللي اتقال، انا بعتذر مش عارفه المصدر، انه مصر من الدول المرشحه لانها تكون من نمور الشرق الاوسط. هل مصر في الايام اللي جايه قادره على تحقيق ده؟ شوفي
مصر قادرة على تحقيق أعلى معدلات التطور في الفترة اللي جاية، بشرط أن المعادلة القديمة تنتهي، نخلص منها، نخلص من لعبة مسيحي ومسلم، ونخلص من لعبة دور رجال الدين. رجال الدين جوه دور العبادة، مسلمين ومسيحيين، يعلموا الناس المحبة والتسامح والتآخي والتعايش، ومتشكرين جدا منهم. لأني أنا دارس علوم سياسية، أول مبدأ اتعلمناه أن السياسة ليست مجال عمل الرجل الفاضل. السياسة ديرتي جيم، سياسة لعبة قذرة، صحيح. سياسة تتطلب الخداع والغش والنفاق والتلون. ايه اللي خدناه من معادلة الدولة والكنيسة؟ ان الامن كان هو اللي بيقتل الولاد، بيقتلهم في العمرانية وبيقتلهم هنا وبيقتلهم هنا وبيقتلهم هنا. الكنيسة برضو الذنب في ده، الدولة والدين، يمكن حضرتك تقصد. لا يعني شوفي الدين وظف يعني زي ما طلبوا من البابا طلبوا من شيخ الازهر. وعلى فكرة الكلام الغاضب اللي انا بقوله لاني انا بوجهه تجاه الكنيسه اللي انا بنتمي ليها، لكن المسلمين بيوجهوا الغضب بتاعهم تجاه شيخ الازهر وتجاه كلامه. فيا اخوانا احنا عايزين مصر جديده، مصر ما اقدرش اعمل مصر مدنيه وانا الاقي كل شويه نط لي رجل دين يقول لي رايه، يعني في قضايا سياسيه. احنا بنحتك، احنا برضو شعب متدين وبيحتكم لرجال الدين في امور كتير. راي حضرتك يحترم وهو راي ناس كتير كمان. لازم ندي الفرصه لرجال الدين انهم كمان يقولوا رايهم، واحنا لا يقولوا كاشخاص يا استاذه، يقولوا كاشخاص، لكن لما يطلع يقول لي ادعو الشباب انه يروح او ما يروحش، هنا دخل في منطقه خطر. تمام حضرتك رايك يعني محترم جدا. انا رايي بعبر عنه، اللي عايز يسمعه يسمعه، ما يسمعوش ما يسمعوش. راي حضرتك محترم جدا وبيؤكد الدعوه اللي احنا دعيناها قبل كده واكدناها النهارده، وبنقول انت ايها المشاهد الكريم مسيحيا كنت ام مسلما لابد ان تفكر قبل ان تتخذ قرارك، لانه اذا كنت لغايه الفتره اللي فاتت بتعتمد على راي كاهن الكنيسه او شيخ الجامع، الفتره اللي جايه مش هينفع، لان انت داخل على انتخابات شرسه لرئيس جمهورية، ثم بعدها على طول انتخابات لمجلسي الشعب والشورى اللي هيبقى لهم دور أكبر بكتير في الحياة السياسية، خصوصا إذا تحول الدستور إلى جمهورية رئاسية برلمانية، فهتبقى السلطات مركزة في إيدين المجالس النيابية. فأرجوك إنك تفكر كويس.